السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية بتقول أنا أرملة بقالي 15 سنة، واللي حصل بيني وبين صاحب ابن المراهق كارثة عمري ما توقعها. الهدف من الفيديو العظة والعبرة والتعلم من أخطاء الآخرين من مشاكلهم، فضلا وليس امرا. قبل سماع المشكلة دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل اشعار فيديو جديد. صاحبة الحكاية بتقول انا اسمي فريدة، عمري دلوقتي 43 سنة، اتجوزت وانا عمري 17 سنة. اتجوزت من راجل محترم جدا، كان عنده 34 سنة، يعني قد مرتين اكبر مني ب17 سنة. عشت معاه فترة جميلة جدا، هما مش كتير قوي، هما كانوا 6 سنين. انا عشتش مع جوزي غير 6 سنين، ربنا انعم عليا بيه منه بولد اسمه ادم. ابني ما شاء الله من احسن حاجة عندي في الدنيا. قعدت مع جوزي 6 سنين ومات بالكانسر. 6 سنين دول عدوا كأنهم احلى سنين عمري. ما شفتش منه غير كل خير، كان بيعاملني بكل حنية وطيبة، كان ممسكني كل حاجة، كان عطيلي كل حاجة. هو الحمد لله كان مبسوط جدا وميسور الحال. وانا من عيلة اقل من المتوسط، يعني عيلتنا على قدنا خالص. ولما جالي العريس ده في اول بداية الامر، رغم ان كان اكبر مني ب17 سنة وانا كنت لسه في سن المراهقة 17 سنة، كنت في الوقت ده في تانية ثانوي عام، كنتش لسه خلصت 3 ثانوي. بس هو لما تقدم لي واهلي لقوه ميسور الحال ومبسوط وكويس جدا وافقوا على طول. وانا كنت في الوقت ده كنت في سن مراهقه، ما كنتش اعرف يعني ايه فرق سن، وكنت فرحانه قوي ان انا هلبس الدبله والشبكه وهلبس فستان فرح وهيتعمل لي حفله وهتجوز ومش هذاكر ومش هروح مدارس وحاجات زي كده، ليه احلام المراهقه. لكن لما اتجوزت جوزي، رغم اني قعدت معاه 6 سنين، خلاني كملت جامعتي، خلاني خلصت تانية ثانوي وتالتة ثانوي، وخدت كمان معهد فن تجاري 2 سنين. انا جبت مجموع صغير لان انا ما كنتش بحب المذاكرة، فدخلت معهد فني تجاري 2 سنين. المهم ان هو خلاني خلصت جامعتي وخلصت دراستي، ما اثرش معايا في اي حاجة. والحمد لله لما جبت ادم كان مدلله قوي ومدلعه قوي، وكان ممتعنا انا وهو. لكن بعد 6 سنين جواز تعب فجأة وبدأ يشتكي من صداع ووجع في العظم، مكناش عارفين ايه السبب. كنا ساعات نقول ده من الضغط. كشف عن دكتور و2 و3 وخد علاج لكن مرتاحش. لكن لما راح لدكتور اورام قال له عايز أشعة مقطعية على المخ. ساعتها اكتشف ان هو عنده، عافانا الله وعافاكم، ورم خبيث في المخ، والورم ده حجمه كبير جدا. ساعتها الدكتور قال لي بيني وبينه كده، انتي تقربي له ايه؟ بنته؟ قلت له لا، ده انا مراته، متجوزين بقالنا 6 سنين. قال لي جوزك في حالة خطيرة جدا، تعتبر الحالة متأخرة، بس طبعا هو في لنا عمر، هو ليه عمر والاعمار بيد الله، احنا نعمل اللي علينا وهنديله علاج، والعمر ده بتاع ربنا، بس انت توقعي اي شيء. ساعتها قعدت اعيط وزعلت، ولقيت الدنيا كلها بدأت تسود في وشي. ابني اللي جبته بعد 4 سنين جواز، يعني كان ابني في الوقت ده عنده في حدود 1 وشهرين كده تقريبا، او 1 وشهر. ابني قعدت انا 4 سنين، وجوزي اللي قال لي لازم تكملي دراستك كلها الاول بعد كده تخلفي. رغم ان هو كان متجوز كبير، بس كان حاسس ان انا صغيرة، وصغيرة كمان على قد مسؤولية الخلفة والبيت والعيال والرضاعة والحمل والولادة. كان بيخاف عليا كأني حتة منه. لما قال لي الكلام ده قلت له ده انا لسه ابن صغير عمره 1 وشهرين، ولسه مخلفاه قريب، ولسه ما يعرفش ابوه، لسه طفل بريء. انت بتقول الكلام ده يا دكتور وانت واثق منه؟ قال له اه واثق في الكلام ده. المهم توفى جوزي بعدها ب2 شهرين بعد ما خد علاج مكثف. مات وسابني أرملة وانا لسه عندي 23 سنة، يعني في عز شبابي. وابني كان على دراعي عنده 1 و5 شهور.
طفل بريء ما يعرفش بابا ولا يعرف اي حاجة غير في الدنيا ان جه يتيم على الدنيا، وده طبعا قضاء الله. يعني الله يرحمه، ما اقدرش اتكلم في قضاء ربنا، ربنا قادر على كل شيء، وطبعا الاعمار بيد الله وحده. لكن لما جوزي اتوفى وانا عمري 23 سنة وما كنتش معايا الا ابن واحد، كان سايب لي خير كتير قوي. كان سايب لي بيت يعني كان كبير 5 ادوار، وكان ابني هو الوحيد الوريث لي، وكان جوزي وحيد على بنتين وكانوا طيبين معايا جدا، وساب لي فلوس في البنك وساب لي معاش من وظيفته، هو كان موظف في البنك. فكنت عايشة عيشة كريمة جدا. ساعتها اهلي قالوا لي يا بنت انت لسه صغيرة، اتجوزي، ولو هتتجوزي في بيتك اللي انت جوزك سابه ليكي ولابنك، لو هتجيبي اب لابنك يربيه وفي نفس الوقت تعيشي حياتك وتتمتعي. انت لسه عيلة 23 سنة ما فرحتيش. قلت لهم لا، انا عشت وعمري مكرسة لابني، انا مش عايزة جواز، انا عايزة اربي ابن احسن تربية واعوضه عن حرمان الاب، مش هجيب له جوز امي يبهدله. وفعلا فضلت على الوضع ده وفضلت مترملة 20 سنة وانا مترملة. ابني كان في الوقت ده خلاص بقى عمره 20 سنة. تخيلوا من وفاة جوزي 20 سنة وانا مخلية ابني بسم الله ما شاء الله احسن ابن في الدنيا، معوضاه عن حرمان الاب، جايباله كل اللي في نفسه. ابني لما خلص الثانوية العامة قال لي يا امي انا عايز اخد كلية طب، بس اخدها من بره. هو كان جاب مجموع ما يدخلوش طب بصراحة، كان واقف على 5%، وعشان يخش ممكن يخش يعني جامعة خاصة هنا في مصر زي ما انتوا عارفين في جامعات خاصة، وهو كان جايب ما شاء الله يعني مجموع كويس، بس الطب كان في الوقت ده بياخد من 90%، هو كان جايب 85-86%. قلت له خلاص اقدم لك من الجامعات اللي هي الخاصة هنا. قال لي لا انا نفسي اخدها من روسيا. قلت له بس بعيدة فكرة روسيا دي وتبعد عني. قال لي مش مشكلة يا امي، هاخدها واتعلم، انا عايز اتعلم بره، التعليم بره اسهل واحسن والتكاليف هتكون ارخص. قلت له زي ما انت شايف يا ابني، انا مش هقف في طريق سعادتك ونجاحك، اللي انت شايفه انا وراك وموافقك عليه، بس اهم حاجة تخلي بالك من نفسك ومن صحتك. انت هتروح في بلد متعرفش حد فيها غير ربنا. قال لي ما تخافيش عليا يا امي، انا مش بس الواحد اللي فكرت اسافر، انا ليا 4 اصحاب ليا كويسين جدا، ولاد ناس قوي، هنطلع كلنا سوا واهلهم موافقينهم، يعني هناخد سكن لحسابنا هناك وهناكل سوا ونشرب سوا، وطبعا ولاد بلدي نعرف بعض وعيال جدعة وعيال ما شاء الله يعني محترمين جدا، يعني هبقى في امان ربنا وهيبقى معايا اخوات كأنهم من صلبي، يعني ما تقلقش عليا وما تشيلش الهم. قلت له خلاص يا حبيبي مفيش مشكلة. كان في الوقت ده آدم مصاحب ابن يعني ولد من وهو في الابتدائي، كان الولد ده معاه في الابتدائي ودخل معاه الاعدادي ودخل معاه الثانوي، بس ما جابش مجموع يعني كويس انه يخش طب او يخش كلية علمية، دخل كلية تجارة. لكن فرقتهم الكليات ابني وصاحبه ده. لما ابني سافر روسيا كان صاحبه ده متعلق بآدم قوي وكان بيجيلنا كتير، وكان آدم دايما بيحب ان هو يساعده ويديله من هدومه ويخليه يجي ياكل معانا، كنت بعامله زي ابني. لكن لما آدم سافر روسيا طبعا عشان ياخد الطب، وانتوا عارفين الطب 7 سنين، كان في الوقت ده يعني آدم قعد 2 تقريبا في كلية الطب. هو كان بينزل كل اجازة صيفية كبيرة بعد ما يخلص الامتحانات، كان بيجي يقعد معايا 3 شهور ويرجع في بداية الدراسة. المهم كان هو في الوقت ده ابني كان رايح 3 كلية طب، وكنت في الوقت ده يعني عندي 44 سنة، وابني كان في الوقت ده خلاص يعني كام 20 سنة 22 سنة. المهم صاحبه كان اكبر منه ب2 يعني كان في الثانوية العامة في سنة اولى، كان يعني مش تمام، كان بيسقط، بس كانت علاقته برضو بابني كويسة، هو كان مستواه العلمي مش قوي، فكان سنة في اولى اعدادي عاد سنة عشان كانت رجله مكسورة، وكان جه برضو في الثانوية العامة يعني اجل سنة حاجة زي كده. المهم هو صاحب ابني اول مقرب ليه، وهم يعتبر قد بعض في العمر، لكن هو كان بيتأخر في سنين التعليم، هو مش قد ابني، هو اكبر من ابني ب2 يعني كان ابني عنده 22 سنة هو عنده 24 سنة، لان كان بيلاحق ابني في التعليم
يعني منه سقط سنتين، لحق ابني في التعليم، فتعرفوا على بعض في فترة الابتدائي. كان ابني ماشي معاه رغم ان هو كان اكبر منه بسنتين، بس كان هو بيعزه. لما جه سقط في الاعداديه سنه وفي الثانويه سنه، كان في ثالثه ثانوي كان معاه ابني، لان كان ناقص عليه سنتين في التعليم، يعني عتهم وكده. لكن هو لما ادم سافر وقعد سنتين في روسيا يسافر ويجي، بدأ صاحبه عمر ده يجي يسأل عليا كتير ويتعرف عليا، وبدأ يقول لي لو انت احتجت اي حاجة انا مكان ادم. اقول له يا حبيبي ما فيش مشكلة، انا والله انت زي ابني، بس انا والله مش عايزة اشغلك معايا، انت ليك برضو جامعتك وكده. كان في الوقت ده رايح برضو كلية تجارة سنة تالتة. قال لي ولا ازعاج ولا حاجة ولا عطلة ولا حاجة، انا مكان ادم، ولو احتجت اي شيء انا اتمنى لك الرضا ترضي. قلت له خلاص يا حبيبي لو عوزت حاجة اكلمك. وطبعا كبرت دماغي، لان انا من يوم ما انا وعيت على الدنيا واتجوزت واترملت، وانا معتمد على الله وعلى نفسي، لا بحب ادخل حد في حياتي ولا بحب افرض نفسي على حد. اموري كلها ماشيه بنفسي، كل حاجه طلباتي الخارجيه الداخليه كلها انا بجيبها، حتى طلبات ابني كنت انا بجيبها. عمري ما حسيت ان انا ضعيفه ومحتاجه حد يسندني غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن عمر دخل في حياتي كده واخترقها من غير استئذان، بدا يسال عليا كتير وبدا يهتم بيا كتير. وساعات كنت بسهر اكلم ابني في روسيا لما يكون مثلا ما عندوش مذاكره، اكلمه مثلا على الماسنجر او على الواتس او كده ونتكلم. طبعا اكمني ست وحدانيه وقاعده في بيتي، وكنت طبعا قاعده في الدور الاول، وكنت مأجره الاربع ادوار الاربع شقق، يجيبوا لي باب رزق برضو اصرف على ابني في جامعته واصرف على نفسي، يعني ما كانش البيت فاضي عليا. بس كنت بسهر كتير اكلم عمر، ساعات بسهر كتير اكلم ادم ابني. لكن ساعات كان عمر لما كان يلاقيني فاتحه ومنوره الماسنجر كان يقعد يبعت لي يقول لي انت بتعملي ايه، انت سهرانه ليه، انت محتاجه حاجه، انت متضايقه من حاجه. بدأ ان هو يعني يخترق حياتي. اقول له لا ده انا بكلم ادم ابني. يقول لي طب اعتبريني زي ابنك وكلميني، ولو احتجت حاجه ابقي كلميني. ساعات كنت اكلم ادم يقول لي معلش يا ماما سامحيني انا بس عندي مذاكره، عندي امتحانات، عندي بكره محاضرات بدري. ساعات كنا مطولش مع بعض في الكلام، وساعات الوحده كانت بتذبحني مني، ببقى قاعده لوحدي بين اربع حيطان. فكان عمر في الوقت ده بيبدا ان هو يكلمني ويبدا ان هو يونسني، وبدا يكلمني فعلا. اقول له يا عمر ما عندكش مذاكره زي ادم كده ليكون مع الطلاق؟ يقول لي لا كليتنا سهله جدا، وانا يعني بعتمد على مذاكره بس قبل الامتحانات وكده، انت عارفه ان انا مش بتاع مذاكره قوي. اقول له بس اهم حاجه ما كنتش شغلك. يقول لي لا ده بالعكس انا ببقى مبسوط وانا معاكي. كلام في كلام كل يوم يكلمني، وساعات يقول لي يا طنط ده انت جميله قوي. بدأ يقول لي يا طنط في البداية، وبعد كده اتطورت من كلمة يا طنط بقى يقول لي باسمي عادي، ما يقوليش حتى يا ام ادم، يقول لي باسمي عادي كأن انا يعني قده في السن. وبدأ ان يعودني ان احنا كل يوم نتكلم مع بعض. بصراحة كنا بنتكلم بالساعات كتير كنا بنتكلم، ولو ما هو ما كلمنيش كنت اكلمه. يا جماعه والله كان غصب عني، الواحده وحشه، والواحده لما بتلقي محدش مهتم بيها ومحدش مونسها وبين اربع حيطان، اي قلب حنين بيقرب منها بتصدقه وبتثق فيه وبتقرب منه. احنا ما احناش ملايكه، احنا بشر، وبشر مخلوقين من طين. لكن انا اتعودت ان انا اسمعه واكلمه، وبدات ان انا اتقرب منه غصب عني، وبدات ان انا اهتم بيه. ولو هو ما كلمنيش ازعل، وبدأت ان انا احس ان انا عندي 20 سنة لسه عيلة مراهقة عايزة احب واتحب. وفعلا غصب عني بدأت ان انا اتجاوب معاه، وهو في الوقت ده بدأ يتجاوب معايا ويكلمني، وبدأ يهتم بيا قوي، لدرجة ان بقى يقول لي هو احنا على طول بقى نقعد نتكلم رسائل كده؟ ما احنا مش هنتكلم صوت؟ ايديكي مش بتوجعك؟ بدأت اكلمه صوت وهو يرد عليا بالمكالمة. وبدأ يقول لي ايه انتي لابسة ايه وبتعملي ايه وبتاكلي ايه وبتشربي ايه؟ طب ما تكلميني الكاميرا، طب افتحي كاميرتك، طب يا ستي نتكلم كأن احنا قاعدين مع بعض. وفعلا بدأت اكلمه مكالمات فيديو، يعني افتح الكاميرا واكلمه. بدأ يشوفني يقول الله اللبس اللي عليكي ده جميل النهارده، إيه الكحل على عينيكي حلو، رموشك جميله، ملامحك جميله، ايه الفستان القمر ده، لا 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 ده احنا حلوينا كتير. بدأ يحفزني ان انا كل يوم ابدع في نفسي عشان ابان ان انا جنبه صغيره. غصب عني حبيته واتعلقت بيه.
طبعا مش هتقولولي وتتنمروا عليا ازاي احب عيل قد ابني، غصب عني يا جماعة، ما انا برضو مطولتش في الحب، ما انا برضو قلبي ضعيف، وست مننا بتبقى ناقصها ايه غير كلمة حلوة. عمر وصل لي الكلام الحلو ده وحسسني ان انا كل حاجة في حياته، واول مرة احس ان انا حد بيهتم بيا، وفي نفس الوقت انا حرمت نفسي في شبابي كله ان انا احب واتحب. علاقتي كانت بجوزي علاقة 6 سنين حب ومودة وخلفة ورحمة وكل حاجة، بس ما تنسوش ان سابني وانا عندي 23 سنة في عز شبابي، في الوقت ان البنت فيه لسه بيبدأ يجيلها عرسان. يعني انا اترملت بدري وشلت مسؤولية بدري ونسيت شبابي. اي نعم بقى عندي كام 40 سنة، وزميل يعني وعمر عنده 24 سنة، يعني أنا قد مرتين، لكن قلبي كان ضعيف جدا زي قلب طفلة أو قلب واحدة بنت مراهقة عندها 20 سنة. بدأ يكلمني وبدأ يطمن عليا وبدأ كل شوية يقول لي كلميني، وبدأ يهتم بيا وبدأ يبعت لي أغاني حب، وبدأ يبعت لي مجاهات حب وكلام رومانسي، وأنا غصب عني اتعلقت. وطبعا قاعدة بين 4 حيطان، مفيش حد رقيب عليا، مفيش حد بيقول لي ده صح أو غلط. ابني اتشغل في دراسته، أنا انشغلت مع عمر أكتر. أحيانا كنت بنسى أرن على ابني من حب في عمر، وهو وصل لي الحب ده، لغايه ما قال لي انا عايزه اصارحك بحاجه. قلت له صارحني خير. قال احنا لازم نرتبط ونتجوز، ايه اللي يمنعنا؟ قلت له بس انت صغير قد ابني ما ينفعش. قال لي هو من امتى كان العمر بيتحسب بالسنين؟ اهم حاجه روحك الحلوه وقلبك اللي كله شباب، وكمان انا حبيت فيكي هدوءك ورقتك وجمالك، وكمان انت مش باين عليكي اي سن. اللي يشوفك يقول ده انت عندك كام و20 سنة، يعني اللي يشوفك وانت ماشية جنبي يقول ده انت قدي. ما تنسيش ان انت اتحرمتي من شبابك بدري بدري وما تمتعتش بدري بدري. وكمان اعتبر ان انت عمرك كان موقوف من يوم ما جوزك مات لغاية النهاردة، لا بتكبري ولا بتصغري، هو مش سايبك 23 سنة، اعتبري نفسك 23 سنة، لان بقيت عمرك كل ده انت قضيتيه من غير حب ومن غير رومانسية ومن غير ما تحب حد وحد يحبك. فالسنين اللي عمرت عليكي دي كلها انا مش هحسبها من عمرك. كلام فعلا دوخني وكلام خلاني اثق فيه. عمر ابن ناس انا معرفش اهله وضعهم ايه، كل اللي انا اعرفه ان هو ظروفه الماديه كانت صعبه جدا، وكان ادم ابني بيساعده في اللبس وفي المصروفات والحاجات دي، وكنت دايما بعامله زي ابني واعطف عليه واقول مش مشكله، يعني مادام ابني مرتاح معاه وبيتكلمه ومصاحبه ايه المانع ان انا ارضيه زي ابني. لدرجه ان انا احيانا كنت اشتري لابني طقم اشتري لعمر طقم زيه. المهم من هنا بدأ يلف عليا وبدأ ان هو يقوي علاقتنا قوي ببعض، لدرجة ان عرض عليا ان احنا نتجوز. قلت له لا ما اقدرش اتجوزك، انت عايز الناس تاكل وشي والناس يقولوا اتجوزت عيل قد ابنها؟ لا 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 لا، ده انا كده اتفضح واقف حال ابني واقف حال نفسي، الا ما اتجوزت وانا شباب اتجوز دلوقتي، ويوم ما اتجوز عيل من دور ولادي. ما اللي ما في ناس بتتقدم لي من دوري، عندهم اللي عنده 50 سنه واللي عنده 45 سنه، اكبر مني بسنه واتنين، يعني يوم ما افكر اتجوز واحد يليق بسني. لكن انا لو اتجوزتك الناس هيقولوا خطفت شباب، والناس هيقولوا ضحكت عليه وهتحطنا في وضع وحش قوي. قال لي خلاص مفيش مشكله نتجوز عرفي. قلت له عرفي ازاي وتخش عندي ازاي وتخرج ازاي؟ قال لي بصفه ان انا صاحب ابنك وجاي اطمن عليه، ما انا طول عمري باجيلكم وبقعد معاكم والجيران كلهم عارفين ان انا صاحب ادم طول عمري. قلت له لا لا الموضوع صعب. قال لي فكري. فضل يزن عليا لغايه ما وافقت. المهم وافقت وفعلا كتبنا ورقتين عرفي، وجايب 2 شهود ما يعرفهمش كمان بس ببطايقهم، وشاهدوا كده على عقد اللي هو العرفي. ودخل دنيتي عمر وبدأت اتعلق بيه جدا، بدأ يتعلق بيا وانا اتعلق بيه، ده اللي كان ظاهر منه. لكن ما كنتش عارفة ان الكارثة في الاخر ان انا لما اتجوزته وتعلقت بيه جدا وبدأ يديلي الاهتمام الزايد في حياتي، وبدأت أحس إن أنا بقيت زوجة وليا ونيس وليا حبيب وليا استقرار كزوج وزوجة. بدأ عمر بعد سنة من جوازنا، طبعا انا في الوقت ده خلاص بقى عمري 45 سنة، يعني نسبة الحمل ضعيفة جدا، وانا كنت برضو بحافظ وباخد موانع حمل لان مش هظلم نفسي في السن ده بخلفة. وطبعا خايفة في يوم من الايام ان عمر يرجع لعقله ويقول لي ما ينفعش نكمل مع بعض واكون اتدبست بعيل. وفي نفس الوقت انا عارفة ان ادم هيرفض موضوع ان انا ارتبط بواحد قده او ان انا اتجوز اصلا حد غير ابوه الله يرحمه، لاني متعلق بيا جدا. وكمان مش بسهولة ادخل واحد غريب بعد تأخير
الجواز العمر ده كله، ويوم ما اتجوز صاحبه كنت خايفة من مشاكل الحياة. لكن تعلقي بعمر كان مخليني مش شايفة حد غيره. قعد معايا سنة كاملة، نعم الزوج ليا، وكان الزوج المثالي ليا، وكان مهنيني ومدلعني ومعيشني سن غير سني. وبصراحة كنت بديله مصروف، وبديله مصروف جامعته، وكنت بديله مصروف ايده، واجيب له لبس، واجيب له كل حاجة، كنت مدللاه ومدلعاه على الاخر. لكن لما عمر قرب يخش على اخر سنة في الكلية، طبعا عمر نسيت اقول لكم ان هو مش وحيد اخواته، هو ليه اخ وليه بنتين متجوزين، وليه اخ الكبير عنه مش متجوز، بس هما ظروفهم الماديه على قدهم. وحتى البنتين اخواته لما حكالي متجوزين ناس على باب الله قوي زيهم، يعني شايلين بعض في جوازاتهم، ناس على القد. وابوه ميت، يعني يتم اب زي ادم ابني بالظبط. لكن اللي حصل لما عمر راح رابعة كلية بدأ يأثر مني خالص. وكمان لما كان آدم بينزل الأجازة الصيفية كنا بنبعد عن بعض تقريبا نهائي، ما كانش بيجي خالص، كان بيسأل على آدم من بعيد لبعيد، وأحيانا يتقابلوا بره. ما كانش عايزه يشك إن في لحظة إن إحنا مرتبطين ببعض. ونسيت أقول لكم كمان إن أنا بيتي ليه مدخلين، مدخل من عمارة ومدخل خاص بيا من شارع جانبي. هو لما كان آدم بيجي كان بيخش من الباب الجانبي عشان سكان العمارة ما يشوفنيش او ما يشوفوش هو داخل عندي، لان انا قاعدة في الدور الارضي. المهم كنت حريصة ان محدش يعرف، ولو كان حد عرف كنت اقول لهم ده صاحب آدم ابنه جاي يطمن عليا. المهم من هنا بدأ عمر اخر سنة في الكلية يبعد عني، وبدأ يأثر مني، وبدأ يقول لي انا مش عارفه اجي زي الاول، انا انشغلت في دراستي ودي اخر سنه ولازم اتجدعن وليا جيش وكلام من ده. ليه كده مره واحده بعدت عني؟ طب انت ايه اللي خلاك يعني تمل ان انت تاثر معايا كده؟ هو احنا عملت لك حاجه زعلك؟ هو انت شفت مني حاجه وحشه؟ ما انت في دراستك عادي، ما انت بقالك سنه معايا كويس، ومن قبل سنه كمان كنت معايا كويس، ايه الجديد عندك يعني؟ قال لي مفيش، انا حاسه ان احنا يعني لازم نبعد عن بعض شوية، لازم اركز في دراستي شوية. في الوقت ده حسيت ان عمر بدأ يعرف حد عليا، شكيت في الامر. فالمهم قلت له طب انا عايز اشوفك النهارده ضروري. قال لي لا مش هينفع. قلت له بس كلمني وتعالى خد مصروف في الشهر وكده، وخد جيب لك لبس وكده. طبعا هو كان مادي جدا وكان بيفرح، هو عمره ما طلب مني حاجه، انا بصراحه كنت بديله كل حاجه ومن نفسي. لكن هو في اليوم ده لما عرف ان هياخد مني فلوس وهجيب له لبس وكده فرح وجه على طول. المهم في الوقت ده قلت له خد لبسي كده من الدولاب وخد شاور وتعالى وكده ونتكلم مع بعض شويه. قال لا ده انا مستعجل اخد الفلوس ويا دوبك انزل، اصل امي تعبانه وهروح اجيب لها علاج من الصيدليه. قلت له بس طب خد بس شاور وتعالى، انا عايزه اتكلم معاك، اعتبر النهارده اخر يوم نتقابل مع بعض فيه. المهم انا كنت يعني عارفه رمز التليفون، بس عمري في حياتي ما فتحت تليفونه، وعمري ما شكيت في الامر. لكن فتحت تليفونه بالرمز اللي هو كان عامله زي حرف الام كده. المهم فتحت تليفونه وبدأت أتابع أشوفه بيكلم حد، بيعرف حد. لقيته بيراسل بنت على الواتس، البنت دي زميلته، لأنه كان بيقول لها في معظم الرسايل إحنا هنشوف بعض بكرة في المحاضرة، وحشتيني. وبقت تبعت له صور وهو يبعت لها صور، وقال لها أنا هقابلك بكرة بعد ما نخلص المحاضرات. بينهم وبين بعض كلام كبير جدا، لدرجة إن هو كاتب لها يا رب السنة دي تخلص على خير واجي اخطبك واروح الجيش، وان شاء الله اشوف لي سفرية ونتجوز. يعني راسم حياته عليها. طبعا لما شفت الكلام ده كله حسيت ان ضغط ارتفع مرة واحدة، وانا واحدة عندي ضغط. المهم جريت على حبيت الضغط بدل ما يجيلي جلطة. والمهم وما قلتلوش انا حسيت بايه وشفت بايه، وما فتحتوش في حاجة. خد الشاور وجاي يتكلم معايا، بصراحة كان نفسيتي قافلة منه جامد. كنت ناوي اديله مبلغ كبير، لقيت نفسي بقول لا ما يستاهلش اديله مبلغ كبير، انا اديله حاجه بس رمزيه كده، عشان ان هو انا وعدته ان يجي ياخد فلوس. المهم اديت له في اليوم ده 300 جنيه، وانا من العاده كنت بديله 2000 جنيه في ايده كده مصروف غير اللبس والاكل والشرب كان عليا. قال لي ياه هو انت جايباني عشان 200 جنيه دول؟ قلت له ما انا لسه ما سحبتش، هسحب من الحساب، ولما اسحب فلوس هتصل عليك بنفسي، ما تجيش لما اتصل عليك هقولك تعالى خد اللي انت عايزه. قال لي تمام ما فيش مشكله، انت كنت عايز تكلميني في حاجه؟ قلت له لا يا حبيبي، خد 200 جنيه دول، وان شاء الله لما يبقى معايا فلوس قريب انا هكلمك تيجي تاخد الفلوس. بصراحه كنت قرفانه منه جدا، ولقيت نفسي 3 في 3 دخلت على الماسنجر، عملت له بلوك، مسحت صور من عندي، بدأت ان انا اقول لنفسي فوق يا بنت انت في ايه بالظبط؟ ده مسيره في الاول في الاخر هتجوز واحدة قده، هو
عمرك ما تعرفي تكملي مع واحد قد ابنك، انت كبيرة عليه، اكيد كان لازم ده يحصل. انت حطيتي نفسك في مكان مش في مكانك، لازم الموضوع ده ينقطع علاقتك بيه خالص نهائي. المهم مسحته من جميع التواصل الاجتماعي وحذرته، وبدات امسح الصور اللي بيني وبينه. طبعا هو مفيش اي صور ليا عنده عشان قرايبي ما يعرفوش، كل ذكرياته كلها كانت عندي انا، بالنسبه ان انا قاعده لوحدي ومحدش بيمسك تليفوني. المهم حذرته من التواصل الاجتماعي كله، وبدات ان انا امسح اي ذكريات بيني وبينه. وجيت على الدولاب الورقتين العرف، الحمد لله ان هم كانوا معايا، قطعتهم خالص وولعت فيهم، وقلت لنفسي يا بنت ابدأي صفحة جديدة مع نفسك، اتصالحي مع ابنك، عيشي حياتك كأم. يوم ما تفكري تتجوزي اتجوزي واحد مناسب. عمر كان فترة جميلة في حياتي لفترة بسيطة، لكن ما كانش ينفع اكمل معاه، وما كانش ينفع اكمل كمان ان هو خلاص عرف واحدة تانية بعد جواز سنة، وبدأ يتعلق بيها، وبدأوا يتواعدوا مع بعض ان بعد ما يخلص الجامعة هيرتبط وهيتجوزها ويخطبها قبل ما يروح الجيش. احلام بقى تناسب سنه، لكن انا خلاص راحت عليا. ساعتها عرفت ان انا كنت نزوة مؤقتة في حياته، بالنسبة ان انا لسه ست جميلة وصغيرة برضو في السن كشكلا مش كعمرا او كسنا، لكن اللي انا شفته في تليفونه ادالي فوقة كبيرة جدا. فقت من وهمي وفقت من حياتي وفقت من الصدمة اللي انا كنت عايشة فيها، او من الفيلم اللي كنت عايشاه ومصدقاه. ما ينفعش ان انا يوم ما اتجوز عيل قد ولادي. ما ينفعش اصلا اي ست بظروفي تكلم واحد قد ابنها او قد عيل من عيالها وتقول ده هيحبني حقيقي. لا، برضه هو ليه حياته هيعيشها وليه عمره وليه سنه، ولازم يعيش ويتجوز ويخلف ويفرح. انا مش بلومه، انا بلوم نفسي، لان انا بصيت لحاجة او لحد مش مناسب ليا في العمر وفي السن وفي التفكير. هو كان هيعمل بيا ايه وانا ست قد امه، وفي نفس الوقت فرصتي في الخلفه بسيطه، وكمان انا مش هقدر اديله اللي هو هيحتاجه العمر كله، هو لسه شباب ولسه قدامه العمر طويل. فالمهم قررت ان انا اقطع علاقتي بيه. بدأ هو يلاحظ ان انا حذراه من كل حاجه، بدأ يشتري شريحه جديده ويقول لي انت حذرتني من كل حاجه ليه؟ قلت له كل حاجه انتهت وانا قطعت الورقتين العرفي. طب انا عايزه اشوفك. لا، مش عايزه اشوفك، عيش حياتك كيفما شئت، وانا عايزه اوصل لك حاجه. انا عرفت كل حاجه، ان انت بتحب زميلتك وربنا يوفقك معاها، وان شاء الله ربنا يكتب لك معاها الخير. وانا مش زعلانه على السنه اللي عشتها من عمري معاك، كانت احلى سنه. انت زي ما اديت لي درس انا اديتك درس برضه واستفدت منه. اوعى في يوم من الايام تبص لواحده قد امك، اوعى في يوم من الايام تستغل قلوب الضعفاء اللي زيي، وهتفكر في يوم من الايام ان انت لما تتجوز واحده تخون مراتك. يعني انت كنت درس ليا، ويا ريت يكون انا كمان درس ليك، ان انت تتعلم ان انت لو جوزت واحده تانية اوعى تخونها، لان اللي يخون مره يخون 1000 مره. وانا اعتبرك يا عمر ان انت خنتني ومسامحه في الخيانه دي، لكن صدقني ما تمناش لمراتك ان هي لما تتجوزك في يوم من الايام زوجتك المستقبليه ان انت تكلم واحده عليها، لان اللي في طبع الخيانه يقدر يخون مره واثنين وثلاثه. ربنا يهديك ويهدينا اجمعين. قال لي طب انا عايزه اشوفك وعايزه اتكلم معاكي وانت لسه مراتي وما رمتش عليكي يمين الطلاق. قلت له انت اللي بيني وبينك ورقه عرفي، وانا قطعتها وحرقتها خلاص وانتهت. انت بالنسبه لي ذكرى ماضي وانتهت. عايزه افوق لحياتي وافوق لابني واعيش حياتي كأم، وعايزه اركز في مشوار ابني اللي جاي. ابني دلوقتي ما شاء الله دلوقتي في 4 كليه طب، وهحاول ان انا اقنعه ان هو ينزل ويستقر معايا ويكمل سنينه في جامعه خاصه هنا. ولو ما عملش كده ونوى، انا الحمد لله حالتي الماديه كويسه ومبسوطه، ممكن اسافر لابني واعيش معاه الفتره بتاعه الدراسه وانزل معاه اجازات، لكن انا عايزه افصل من حياتي معاك. وفعلا بدات ان انا ابعد عن عمر واعيش حياتي، وبدات ان انا اتخطى كل الماضي اللي انا عشته معاه. وساعتها قلت لازم المشكله دي اعرضها عليكم، عشان اي ست محرومه من الجواز او ارمله او مطلقه او عندها فراغ عاطفي، لما حب حد قدك يناسب فكرك وعقلك وسنك. يوم ما ترتبطي بواحد بجواز لازم يكون مناسب لك في العمر وفي التفكير وفي الحالة الاجتماعية والحالة يعني النفسية كمان. يعني لازم لما الواحدة تحب ترتبط، الجواز مش حرام والطلاق مش عيب، ومش معنى ان انت تكوني ارملة ان انت مش من حقك تتجوزي وتحبي وتتحبي، لا من حقك. بس برضو يوم ما تحبي ارتبطي بانسان يكون مناسب ليكي، بنفس تفكيرك، بنفس عقليتك، بنفس عمرك، بنفس سنك. لكن انا بقول لصاحبة القصة انت مسكينة وصعبت عليا، لان الحب زي ما انت قلت في بداية مشكلتك الحب ضعف، لكن نعقل على الله ونتوكل
وانت ما غلطتش ان انت كنت نفسك تعيشي حياتك كست وتتجوزي وتفرحي، بس كنت اتمنى ان انت تتجوزي واحد مناسب يكمل بقية عمرك اللي فاضل لك. بس مش مشكلة، احنا بنتعلم من الحياة دروس، والدرس اللي انت اتعلمتيه هيخليكي تركزي مع ابنك وحياتك. وبرضه انصحك لو حابة ان انت تتجوزي بالحلال اتجوزي، بس واحد يكون مناسب ليكي. مش مشكلة تكون انت اكبر منه بسنة او اتنين، هيبقى برضه بنفس الفكر ونفس الدماغ. انت ست اربعينية اتجوزي اربعيني زيك، اتجوزي خمسيني، عمره يبقى بينه وبينك يعني لا انت كبيرة عنه بكتير ولا هو يبقى كبير عنك بكتير، يكون في توافق بين العمر والتفكير، تكبروا سوا تعجزوا سوا. لكن عمر كان صعب شوية ان انت تكملي معاه. عيل زي ده عنده 24 سنة وانت عندك 44 سنة، لسه بيكون في مستقبله وفي شبابه، وانتي بتخشي في عمرك وفي سنك اللي كام سنة هتبقى عندك 60 سنة ويبان عليك علامات الشيخوخة، وممكن بقى في ال50 يبان على الست. هو لسه ناضج وشباب ولسه عايز يعيش ويتعايش، وعايز واحدة تهنيه وتديله من عمرها. فعشان كده صعب ان اي ست تبص لعيل من دول ولادها. قبل ما تختاروا عقلوا على الله وتوكلوا، واختاروا اختيار صح. اختاروا بعقولكم مش بقلوبكم. احيانا القلب بيودي الواحد في داهية، لكن العقل لو مشينا وراه بحكمة هنستفيد وهنتعلم وهنختار صح وهنكمل حياتنا بسلام. طبعا دي كانت مشكلتنا النهاردة، يا ريت تكون فيها عظة وعبرة لكل اللي يسمعها. متنسوناش فضلا وليس امرا من دعمكم لينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.